السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو كنا مع بعضينا وآخر وصفة، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم. النهاردة ان شاء الله كده معانا أكلة حلوة وهي كفتة داود باشا. سهلة وبسيطة وتنجزك في اي كده موقف بسرعة تعمليها، وممكن تعمليها وتحضريها في الفريزر ويدوبك على ان انتي تعمليها على النار على طول. هنا معايا ربع كيلو لحمة، حطيت عليها بصلاية كبيرة. طبعا انا عصرة البصلاية من المية خالص خالص خالص، وحطيت عليها ملح وفلفل بس، ولا اكتر ولا اقل. انت بقى عايزه تحط لها كوبي صيني، عايزه تحط لها جوز الطيب، عايزه تحط لها بهارات لحمه حط لها. بس انا كده عاملاها كده ايه، يعني على الرايق، بس يعني معنى ايه ان هي خفيفه خالص، ما فيهاش توابل كتير، تحس بطعم اللحمه. تمام. هي بصلايه وعصرها خالص قوي 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 من الميه، وضفتها على اللحمه بتاعتي، واللحمه فيها برضو نسبه دهون، وملح وفلفل بس. هنا بقى ابتدي كده ان انا اعملها على شكل كور، وتكون الكوره كده يعني ولا كبيره ولا صغيره قوي، تمام، يعني اقل من المتوسطه كمان. هبتدي بقى ان انا ايه اعمل كل الكميه اللي معايا كده يا حبايب قلبي. واهم حاجه ان انتي تشيليها في الفريزر لمده كده مثلا ايه 10 دقايق، 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. لو في التلاجة من تحت حطيها نص ساعة، بس انا عشان كنت طبعا مستعجلة عليها عشان هعملها بسرعة، فحطيتها في الفريزر 10 دقايق. عشان لو عملتيها كده على طول طبعا هتفك منك وانت بتحمريها في الزيت او في السمنه، فلازم تبقى متماسكه معاكي عشان تعرفي ان انت تتحكمي فيها و تقليها كويس. احنا مش بنقلي اللي هو معنى قلي زيت كتير، لا، حبه زيت، معلقتين زيت كده، وهنشوح فيهم الكفته بتاعتنا كده. خلاص بعد ما طلعت بقى بص متماسكه كده من الفريزر، هبتدي ان انا اشوحها واديها تشويح كده من جميع الجناب كده واحمرها. وطبعا بعد ما تاخد كده الصدمه بتاعتها مع الزيت بوطي عليها برضو عشان تاخد برضو سوا. انا مش عايزه بس تحمير بس من بره ومن جوه تبقى نيه، لا، انا عايزاها تبقى الاتنين متحمره، وتبقى مثلا ببقى بطلعها مثلا ايه السوا بتاعها الا ربع، يعني مش مستويه كامله. تمام. هتاخد بقيه سواها في الخطوه اللي بعديها. ما تقلبهاش بقى اول ما تنزليها على طول. انا طبعا عشان مسرعه الفيديو، فانت بتحسي ان انا بقلبها على طول اول ما نزلتها، لا، شويه كده اول ما تحسي ان هي خدت صدمه من الجنب تنقليها ايه، يعني تقلبيها الناحيه التانية ايه شويه كده بالراحه. افضل بقى ايه احس ان هي خدت صدمات من جميع الاتجاهات كده، ابتدي اقلب فيها عادي كده زي ما انتم شايفين. طبعا انتي لما حطيتي البصل، نسيت اقولك، لما حطيتي البصله مع اللحمه اهرسيها كويس قوي، يعني خليها تندمج قوي. لو تحطيها في الكبه يبقى افضل. كله بقى ايه يبقى زي عجينه واحده كده، البصل مع اللحمه وكده. بس هقلب بقى كل الكلام دوت. طبعا كده انا ابتديت اشيلها خلاص، خدت التحميره بتاعتها. وطبعا كل اللي في الطاسه دوت انا عايزاه هو ده اللي هيديني الطعم للصلصه بتاعتها. بصوا اهي احمرت اهي كده، شكلها اوضح ما كانت في الطاسه. هنا بنزل بقى بفصين توم بالعدد بالظبط واشوحهم في حبه الزيت اللي طبعا واخدين من الطعامين بتاعهم اللحمه اللي عندي والكفته مع البصل اللي كان في الكفته برضو ايه التشويحه دي اللي مع الزيت. الفصين مش عايزاهم يحمروا خالص، انا عايزه بس تشويحه كده يمين وشمال بس كده، ياخدوا يعني صفار خفيف قوي كده اشقر. وبعد كده انزل عليهم بالطماطم بتاعتي. تمام. انا طبعا ببقى مصفياها، واحط لها طبعا حبه سكر صغيرين عشان الحموضه بتاعت الطماطم بتاعتي تروح منها، وبحط لها حبه فلفل وحبه ملح. خلي بالكم كمان ان الكفته فيها ملح، فما تكتروش الملح في الايه في الصلصه. بس واقلبهم واخليهم بقى ايه يتسبكوا كده ايه على النار. وكده خلاص كانت قربت تتسبك اهي يا حبايب قلبي. قبل ما تتسبك بقى خالص وتاخد تسبيكتها الكامله، انزل عليها بالكفته اللي انا شايلاها في الطبق كده على جنب، اللي انا كنت محمراها.
تاخد بقى ايه بقيه التسويه معاها في في الصلصه، لما ايه يعني ما تسبكهاش وبعد كده تنزليها، لا هنلاقي نزل الكفته مش مستويه سوا كامل تمام. فانا هخليها ايه تتسبك مع الكفته كده، منها الصلصه تتسبك ومنها ايه الكفته تاخد التسويه معاها. هقلب اقلب كده، وبصوا هي متماسكه جدا بسم الله ما شاء الله، بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. حطيها في الفريزر او في ال في في التلاجة. انت ممكن بقى في المرحله اللي احنا كنا بنكعورها كده تشيليها في طبق وفي الفريزر وتطلعيها بقى على التحمير وكده على طول، فاهميني؟ هنا بقى الوصفه بتاعتنا لازم تحط لها بقى بقدونس كده وتدي طعم حلو قوي للوصفه بتاعتنا. انا واخده الورق بتاع البقدونس مش واخده العصب خالص، باخد الورق وبفرمه كده بالسكينه فرمه زي ما انتم شايفينها، وبقلبها مع الكفته. تاخد بس يعني ايه يعني ما بتاخدش غلوه، يعني انا بطفي وبنزل عليها البقدونس بتاعي. ليه؟ علشان ما تسودش معايا يا حبايب قلبي، لما تغلي مع الصلصه هتسود. لا انا عايزاها كده تبقى خضرة وفريش كده معايا، زي كده حبه ايه بقدونس صغيرين كده زي ما انتوا، حبه بقدونس صغيرين زي ما انتوا شفتوا كده. بقى الطبق بقى كده بسم الله ما شاء الله، شغل بقى فنادق كده، نعمل بقى حبه اشتغالات كده وندلع نفسينا. لو عجبتك وصفتي ما تنسيش في اللايك وشير وكومنت حلو منك ليا. لو اول مره تشوفي قناتي تشتركي في القناه وتفعلي الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.